لو انت مستني مقابلة اللجوء بتاعتك، الفيديو ده هيوضح لك كل حاجة عن تسريع مقابلة اللجوء. اسمع الفيديو للآخر عشان تعرف هو ليه مهم جدا بالنسبة لك. في ناس كتير فاكرة ان مقابلة اللجوء بتيجي بسرعة بعد التقديم، لكن الحقيقة ان هي ممكن تاخد شهور طويلة او حتى سنين طويلة. اول حاجة لازم نفهمها ان مواعيد المقابلات بتتحدد على حسب المكتب اللي انت تبع الولاية بتاعته، وده بيختلف من مكان لمكان. عشان كده هتلاقي في مكاتب بتبعت الورق بتاع الانترفيو بشكل سريع، وفي مكاتب بتطول قوي، لان بعض المكاتب بيكون عليها ضغط رهيب، فممكن تستنى وقت طويل جدا على ما الدور بتاع المقابلة بتاعتك يجي. لكن في طريقة نقدر نطلب بيها تسريع مقابلة اللجوء لو عندنا أسباب قوية ومقنعة تخليهم يحطوك في أولوية الصف. بس دلوقتي خليني أقول لك حاجة مهمة عني علشان تبقى عارف أنت بتتكلم مع مين أو أنت بتسمع مين. لو دي أول مرة أنت بتشوفني، أنا اسمي أبانوب أمين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الأمريكي، وبذاكر حاليا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة هنا في أمريكا. أنا عندي شركتي الخاصة VIP US Immigration اللي من خلالها بساعد محامين الهجرة المختلفين في كل الولايات. شغلي بيشمل مراجعة الأوراق، ترتيب المستندات، وتجهيز النماذج المطلوبة لكل نوع قضية، وتجهيز ملفات الهجرة بشكل منظم جدا. وهدفي إني أساعد المحامين اللي أنا بشتغل معاهم وكل عملائهم وحضراتكم إن القضايا تتقدم بشكل صح من أول مرة، عشان خاطر نوفر على بعض وقت ومجهود كبير. ودلوقتي نرجع لموضوعنا. لما بتطلب تسريع طلب اللجوء بتاعك لازم تكتب سبب واضح زي خطر على حياتك أو حالة صحية طارئة جدا. الأسباب دي لازم تكون مدعومة بمستندات قوية، بتقارير طبية، بخطابات رسمية من المستشفى، أو أي دليل يثبت إنك فعلا محتاج تعمل المقابلة بشكل أسرع. مهم جدا تعرف إن طلب التسريع مش مضمون، مكتب اللجوء عنده سلطة يوافق أو يرفض على حسب تقديره. لكن لو طلبك مدعوم بأدلة قوية، نسبة القبول بتزيد جدا وممكن فعلا يحددوا لك ميعاد قريب. في ناس بترفض فكرة التسريع نفسها لأن هي بتبقى عايزة تكسب وقت ترتب أوراقها أو تجهز قصتها بشكل أقوى، وده طبعا قرار شخصي جدا. لازم تقيم موقفك وتشوف إيه الأنسب ليك قبل ما تقدم على الطلب أو قبل ما تقدم على التسريع. كمان لازم تبقى عارف إن بعد المقابلة القرار ممكن يجي بعد شهور تانية كتير، مش بعدها على طول. يعني الموضوع مش بينتهي في يوم وليلة. لو عندك أطفال أو زوجة أو ظروف صعبة في بلدك، ده ممكن يكون سبب من أسباب المقنعة لتسريع طلب اللجوء بتاعك. كمان في حالات معينة جدا زي التعرض لتهديد مباشر أو عنف، بيكون تسريع المقابلة شيء ضروري جدا مش رفاهية. ودلوقتي خليني أقولك على نصيحة من خلال خبرتي وشغلي على ملفات كتير مع ناس كتير ومع محاميين كتير. قبل ما تقدم على طلب التسريع، اتأكد إن كل أوراقك جاهزة ومتراجع كويس علشان خاطر ما تضيعش فرصة المقابلة. لو مش عارف تجهز إزاي أو محتاج مساعدة، دور على حد عنده خبرة، حد يكون شغال في مكاتب محامين أو حد يكون عنده مكتب محامي يساعدك تكتب طلب مقنع ومتراجع. أنا هنا بعمل الفيديوهات دي دلوقتي عشان أشارك معاك خبرتي وأوضح لك إن كل خطوة في عملية اللجوء دي لازم تتعمل صح من البداية. بس في الفيديوهات اللي جاية هشرح لك بالتفصيل إزاي تجهز للمقابلة نفسها وتجاوب على الأسئلة بدون توتر أو تناقض. دلوقتي لو أنت عندك أي سؤال أو محتاج أي استفسار عن تسريع مقابلة اللجوء بتاعتك، راسلني على الرقم اللي موجود في البايو وأنا هرد عليك على طول.